مرحبا بكم الدراري في هذا الفيديو. بعد ما عملنا فيديوهات كثيره اللي كتتعلق بهذا الموضوع هذا، طريقه تنزيل اللعبه ديال بيس 23 على الاجهزه الضعيفه. بالتاكيد هذا الموضوع هذا سبق لنا شرحناه في القناه ديالنا العديد من المرات، وبالتالي اليوم نقوم باعاده شرحه ولكن بطريقه اخرى. لما لا تنجح معك هذه الطريقه هذه؟ وقبل طبعا الدخول للفيديو لا تنسى بالنقر على اللايك. اول شيء ابدا به الان هو نقر على اللايك. كما راك تلاحظ بعد ما كندخلوا البلاي ستور او متجر بلاي رانا ما نلقاوش يعني اللعبه، راك تبحث عليها ما راك تلقاها. حتى في بعض الناس راهي تظهر لهم اللعبه ولكن تظهر لهم رسائل خطا انها غير متوافقه مع الاصدار. هذا علاش راك تجي وتنزل هذا الابليكاسيون هذا اللي راهو يتسمى بالفيرتيال ماستر. هذا هو الاسم ديالو لمن يسأل طبعا الاسم، وراح نقوم بالدخول عليه ونقوم بالنقر على ستار، يعني اول كلمه تظهر لك تنقر عليها وراح يعطيك جهاز اخر ثاني، يعني باعتباره هاتف ثاني في هاتفك. يعني الامور عندك عاديه. هنا قائمه التطبيقات الموجوده في هذا الهاتف اللي اعطاك بالتاكيد هذا الابليكاسيون، يعني ما فيش بلاي ستور ولا جوجل كروم ولا اي شيء، في متصفح واحد فقط مكتوب في نافيغاتور هو باللون الازرق المغلوق. راح نقوم بالدخول عليه. شو راك تعمل؟ اول شيء راك تكتب ب 23 بلاي ستور، تكتبها راهي تظهر لك بالتاكيد هنا في جوجل. راك تدخل عليها، اول مرحله راك تدخل عليها بشكل عادي. راك تشوف هنا كلمه موجوده في الاسفل، يعني في هذا المكان راك تشوف اذا قالوا لك بان هذه اللعبه فهي متوافقه مع اجهزتك فلا باس، راك تقوم بتنزيل هذه اللعبه على هذا الابليكاسيون هذا. ركز معي، راك تنزلها على هذا الابليكاسيون هذا. اذا قال لك انها غير متوافقه، يعني في هذا الابليكاسيون غير متوافقه، خلاص يا خويا راك اذا نزلتها اقول انك تتعب خلاص. لان في بعض الناس اعرفهم انا طبعا قاموا طبعا بتنزيل اللعبه من خلال هذا الابليكاسيون بعدما راوا هنا ان اللعبه متوافقه مع اصدار جهازه من خلال هذا التطبيق، ليس من خلال هاتفه، لا من خلال هاتفه هو غير متوافقه ولم يجدها، ولكن من خلال التطبيق قام بايجادها. بعد ذلك تقوم بكتابه هنا بيس 23 ابيكا بير، تبحث عليها في جوجل بعد ما قالوا لك انها متوافقه، تبحث عليها وراك تدخل على اول خيار خلاص. هكذا طبعا يا اخواني الكرام دخلنا على اللعبه بعد ما قمنا بتنزيلها او من خلال التطبيق. الان بامكانك طبعا اللعب فيها. اذا واجهت اي بوت يعني في اللعبه حاول انك تقوم بازاله الجماهير من اللعبه او من المباريات، وراح تقوم بالتحسين اكثر فاكثر. اخواني الكرام لا تنسى نقر على الاشتراك وفعل الجرس، هناك شروحات ان شاء الله في قادم الايام افضل بكثير حول هذا الموضوع. انقر على لايك لا تنسى. دمتم اوفياء، فيديو اخر بحول.